بتنافس أميرة الدهب وعاملة بلوزة وتاج من دهب عيار 24. ويلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. ريم طارق طليقة حسن شاكوش بقت مليونيرة وحقيقة جوازها من أبو الفضل. ريم طارق طليقة حسن شاكوش فاجأت الجمهور والمتابعين بظهور جديد ليها وهي لابسة دهب كتير جدا من ساسها لراسها، وده اللي عمل حالة من الجدل عند المتابعين وبدأوا يسألوا ريم طارق جابت الفلوس دي كلها منين، وكمان ازاي ظهرت بكمية الدهب دي كلها وهي مش معاها فلوس لده كله، وايه علاقة أبو الفضل بالدهب اللي معاها. البداية كانت مع صور نشرتها ريم طارق طليقة حسن شاكوش على حسابها الرسمي انستجرام، وظهرت فيها ريم وهي لابسة كمية كبيرة من الدهب ومنهم تاج وبلوزة معمولين بالكامل من الدهب. وطبعا المتابعين اتصدموا من كمية الدهب اللي ظهرت بيه لدرجة انهم حسوا انها خلاص هتنافس أميرة الدهب. ده مش بس كده، ده في كتير من المتابعين ربطوا كمية الدهب اللي بتظهر بيه ريم طارق بثري عربي اسمه أبو الفضل، وهو اللي بيجيب لها كل الدهب دون. وعلى الرغم من ان شخصية أبو الفضل شخصية وهمية ومش حقيقية، لكن ده كان تفسيرهم الوحيد لكمية الدهب اللي لابساه ريم طارق، واللي بسببه اعتقد المتابعين انها بقت مليونيرة وانها اتجوزت ثري عربي ومعيشها مبسوطة بعد انفصالها عن حسن شاكوش. وفي الحقيقة ان ريم طارق ما اتجوزتش ولا حاجة، وان الدهب اللي ظهرت بيه ده كان مجرد دعاية لواحدة من محلات الدهب والمعروفة جدا، واللي من الممكن انها تكون أميرة الدهب اللي معروفة جدا عند الجمهور، واللي بتتعامل مع مطربين المهرجانات والبلوجر علشان يعملوا دعاية للمحلات بتاعتها. وان ريم طارق ما اتخطبتش ولا حاجة، وان ده مجرد اعلان من بلوجر معروفة زي ريم طارق اللي استفادت من مشكلتها مع حسن شاكوش وعملت شهرة كبيرة جدا استفادت بيها، عملت كمان صفحة وبقى عندها متابعين ومعروفة جدا وعندها أكتر من 250,000 متابع، وإنها استغلت الشهرة دي بإنها تشتغل بلوجر وتعمل إعلانات مقابل فلوس. وإن ريم طارق عندها قبول كمان من الجمهور لدرجة إنهم بقوا يستنوا الريفيوز اللي هي بتعملها، وانها بعد مشكلتها وده اللي اتغير في الصياغه ما بين الفيديو الاولاني والتاني. انا بابايا يجهزني ليه وبعد كده الاقي بنات بتلبس حاجتي في اوضه النوم تتصور. لا ما ازاي يعني؟ ايوه بيلبسوا هدومي ويصوروني في اوضه النوم، لما تعاطف معاها مشكلتها مع حسن شاكوش وحسوا ان هي قد ايه صادقه، وانها كمان اتظلمت. ومن وقت مشكلتها مع حسن شاكوش اتشهرت جدا ريم طارق، وخاصة ان في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بتقعد سنين وسنين علشان تتشهر وتقدر تحقق دخل من الشهرة دي، لكن ريم طارق ما حصلش معاها كده، ومشكلتها مع شاكوش عملت لها شهرة كبيرة جدا، وده توفيق من عند ربنا، او زي ما بيتقال رب ضارة نافعة. وخصوصا ان ريم طارق لما اتجوزت حسن شاكوش كان مضايق عليها جدا على السوشيال ميديا، ما كانش مخليها عندها ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا كل الكلام ده، وكان عامل لها خنقة كده على السوشيال ميديا. وبعد طلاقها من حسن شاكوش حبت ريم طارق تستفيد من شهرتها وتشتغل بلوجر، وده مش عيب، وحققت شهرة كبيرة وبقى عندها متابعين وعندها جمهور بيهتموا بأخبارها وبيستنوا الريفيوز اللي هي بتعملها.